بيبدأ فيلم النهاردة مع شخص بيكون ناجر في بيت جديد، وبيكون بيتمشى في الحديقة وبيشوف حاجة كده زي صندوق، وبيروح وبيفتح الباب بتاعه وبيلاقي واحد ميت وجنبيه فلوس كتير جدا، وبيتخض جدا وبيكون مرعوب جدا. بس بيفتح الباب للمرة التانية وبياخد من الفلوس وبيقفل الباب على السريع وبيرجع كل حاجة زي ما كانت، وبعدها بيروح يمسك الفلوس وبيتأكد انهم اصليين مفهومش حاجة مزورة، وبيفضل بعدها يفكر فيهم. ولكن تاني يوم بيكون شاغل تفكيره جدا الصندوق، وبيكون عمال يفكر في الفلوس ومش عارف يفكر في حاجة تانية غير الفلوس، وبيروح يفتح الصندوق للمرة التانية وبيطمع وبياخد كل الفلوس وبيفضل يعد فيهم طول الليل، وبيعرف انهم 3 مليون دولار، وبياخدهم وبيشيلهم عند باب بيودي على البدروم. ولكن مش بيلاقي مفتاحه من ساعة ما اشترى البيت، واثناء ما هو بيطفي النور بيشوف الراجل اللي كان ميت واقف قدامه عند الشباك. بيخرج بسرعة ويدور عليه لكن مش بيلاقي حد، فبيروح يفتح الصندوق علشان يتأكد ان الراجل جواه وانه ميت علشان يطمن، وبعدها بيرجع البيت وبيروح علشان يبص على الفلوس ويتأكد انهم موجودين. وبعدين بيروح عند الشباك فبيلاقي الراجل الميت ما يتمشى في الجنينة، فبيروح وبيسحب السكينة وبيطلع له لكن مش بيلاقي حد برضه. فبيروح بعدها يلم الفلوس في كيس وبيرجعهم تاني في الصندوق. ومش كده وبس، لا ده كمان بيقفل الصندوق بالمسامير، بيكون خايف عليهم وبيدخل على البيت ويحاول يفتح باب البدروم لكنه بيفشل. وتاني يوم بيروح يفتح الصندوق تاني وبتكون الريحة وحشة قوي، وبيفضل يفتش في هدوم الراجل الميت ويدور على اي حاجة، وبيلاقي محفظة ومفتاح لكن بتكون المحفظة فاضية خالص وما فيهاش اي اثبات هوية. وبعدين بيظهر لنا بالليل وهو في البيت، واول ما بيفصل النور بيلاقي الراجل الميت قدامه وبيجي وبيخنقه، لكن بيصحى من النوم وبيكون كابوس وبينزل من على السرير لكن في حد بيمسك رجليه وبرضه بيكون كابوس. وبعدها بيقوم وبيدور ولكن ما بيلاقيش حد تحت السرير، وبيروح بعدها وبيفتح الصندوق تاني وبياخد من الفلوس اللي فيه وبيقفل الصندوق تاني، وبيروح يشتري كاميرات بيركبها في كل حتة في البيت علشان يشوف اي حاجة بتتحرك في البيت، وبيشغل كمان الانوار برمود علشان اول ما يدوس على الزرار تنور، وبيقول له وريني بقى هتطلع لي ازاي المرة اللي جاية. وبعدين بيروح البيت وبيبص على البدروم وبيجيب المفاتيح اللي يلقيها في جيب الراجل الميت ويجرب يفتح الباب، وفعلا الباب بيفتح وبينزل وبيكتشف المكان وبيشوف ايه اللي موجود تحت، وبيشوف اكياس كتير ملفوفة ومرصوصة جنب بعض على الارض، وبيروح يشوف ايه ده لكنه بيتفاجئ وبيلاقي ناس تاني ميتة. وبعدين بيكون عاوز يبلغ الشرطة لكنه بيخاف لان الشرطة هتشك فيه ان هو اللي عمل كده وموتهم. وبعدين بيسمع صوت جرس الانذار وبيجري بسرعة على الشاشة علشان يشوف الكاميرات، وبيشوف الراجل الميت وهو واقف قدام الباب وعمال يخبط راسه في الباب. وبعدين بيلاقيه بيلف وبيبص عليه في الكاميرات، وبعدين بيمشي بسرعة وبيطلع صاحبنا يجري وراه، ولكن بتكون خطواته غريبة ومخيفة جدا. وبيطلع ورا صاحبنا ديفيد ولكنه بيدوس على حاجة مكسورة ورجليه بتتعور، وبيمشي وهو مش قادر يرفع رجليه من على الأرض. وبعدين بيروح يفتح الصندوق علشان يشوف الراجل الميت وبيلاقيه زي ما هو في المكان بتاعه وميت، وبينزل وبيفضل يتخانق معاه ويقول له اصحى انا شفتك فتح عينيك، وبيكون تعبان جدا لكن بعد التعب والمجهود اللي عمله بيقع على الأرض وبينام. وتاني يوم بيصحى من النوم فبيلاقي نفسه في حضن الراجل الميت، وبيكون مشهد في قمة الغرابة. من كتر الخوف بيفضل يرجع وبيدخل بسرعة وبيجيب التليفون علشان يشوف الساعة، فبيلاقي الساعة 10 وإنه اتأخر على ميعاد الشغل. فبيروح يلبس بدلته بسرعة جدا وبيركب العربية علشان يمشي، لكنه أثناء ما هو ماشي بيشوف الراجل الميت وهو واقف قدامه وعمال يبصله، وبتكون عينيه بيضة. فبيوقف العربية وبينزل منها وبيجري وراه وبيقول له فينك أنا شايفك أنا مش مجنون. لكن الراجل الميت بيجري منه وبيبصله بنظرات كلها شر ورعب، وبينزل الحفرة تاني وبيقول له صاحبنا ديفيد ما تنزلش أنا شفتك خلاص. بينام الراجل الميت تاني في الحفرة، وأول ما بينزل صاحبنا ديفيد بيمسك فيه وبيقول له اصحى انا شفتك انت عايش. وبعدين بيجيب المنشار وبيفضل يقطع الراجل الميت حتة حتة علشان يتأكد انه مش هيقوم تاني. وبعدين بيروح الشغل بيكون شكله غريب جدا والدم على رقبته وريحته مش حلوة خالص، ويجي مديره وبيقول له انت مرفوض من الشغل بسبب اهمالك الفترة اللي فاتت. وصاحب الشغل بيجيب الحراس علشان ترميه بره شركته، واثناء ما هو مروح بيقلع بدلته وبيرميها في صندوق الزبالة وبيكمل وهو بالهدوم الداخلية. واول ما بيروح
بيروح البيت بيلاقي الراجل ده بيكون شاف كل حاجة، بيقول له انا هكلم الشرطة، لكن صاحبنا ديفيد بيمسك الشاكوش وبيضربه على راسه لحد ما بيموته، وبيلفه في كيس ويحطه مع اخواته في البدروم. وبعدين بيجيله صديقه مارك علشان يطمن عليه بعد ما مشى من الشغل، وهو عمال يرن عليه وهو تليفونه مقفول، لكن صاحبنا ديفيد بيكون مفكره جاي يسرق الفلوس وبيقتله بالشنيور، وبيلفه هو كمان في كيس وبيحطه جنب اخواته برضه في البدروم. وبعدين بيروح ياخد الفلوس وبيكونوا هم اصدقائه وبيتكلم معاهم وبيفرجهم على التلفزيون، حتى لما بينام معاهم. بعدها بيروح الشاب ده واللي بيكون اسمه زياد، وبتكون بنته قايله له عليه، واخده معاه ميعاد علشان يجي يطلب ايديها منه، لكنه بيضربه وبيلفه في كيس وبيحطه جنب الناس اللي ماتوا في البدروم. وبنته بعدها بتيجي وبتقول له فين زياد، وبتقول له ان هو قال لي انه جاي لك النهارده. فبيقول لها ايوه هو جالي وقاعد جوه بس تحت في البدروم، وبيقول لها تنزل معاه علشان يوريه لها. فبتلاقيه ملفوف في اكياس ولكنه لسه عايش، وبيجي ابوها من وراها بيضربها على راسها هي كمان وبيكتفها، وبيقول لها انا عارف انت جايه ليه، جايه عشان تسرقي فلوسي. لكن بتقول له انا بنتك، انت مش فاكرني، انت اتغيرت معايا كده ليه؟ لكن هو بيفوق ويقول لها انا اسف، انا عرفت المشكله فين وعرفت الحل بتاعها، وبيسيبها مربوطه وبيمشي وبيروح يحط الفلوس في الحفره وبيكب عليهم بنزين وبيكون عاوز يولع فيهم، لكن المطر بتمطر وبينزل ينام جنبيهم. وبتكون الحكايه دي تقريبا نفس الحكايه اللي حصلت للراجل الميت اللي كان قبليه، والله اعلم هتحصل مع حد تاني ولا لا. وبس كده، دي تكون النهايه، ويا ريت متنسوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. سلام.